أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقرب المصلي من النبي عليه الصلاة والسلام واستحقاقه شفاعته. شو رأيكم فيها هي؟ والله شيء عظيم. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، الذي يدل على استحقاق الشفاعة بالصلاة على النبي. اسمعوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن شو نساوي؟ فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا لي الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث العظيم يظهر جليا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يطلب من أمته جميعا أن يدعوا له. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا لي أن أكون أنا صاحب الوسيلة. ثم انظروا إلى أدب النبي مع الله، قال: وأرجو أن أكون أنا هو. شو الأدب العظيم! وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هنا في شفاعة لمن يصلي على النبي ثم يسأل الله له الوسيلة. فهذا إن شاء الله منحافظ عليها. ما هيك لما بنسمع المؤذن إن كان أبو وسيم ولا غيره ما بتفرق معنا، إيه نعم، فنقول مثل ما يقول، ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.